مستشار وزير الداخلية، فجاء وفد من الجنوب من اخواننا الشيعة. هناك اخو تسولف على الانبار معروفة، ما يحتاج انه مع اعتزازي به الانبار. فقلت لهم راح نسولف على مصاب العراق الاوحد، على مصاب السنة والشيعة، على مقتل سيدنا الحسين في واقعة الطف. فقلت له هنا اللي على الناقة تحنين من يا عشيرة بلادكم وين؟ الله. هنا اللي على الناقة تحنين سايم عليك النبي وبراس الحسين من يا عشيرة بلادكم وين؟ جاوبتني قالت جمال يا حاد الضعر ريض لي مقدر، وحسين نايم بالشمس بني فييله من الحر. جمال يا حاد الضعن ريض تناني، وشلون امشي على الرمل حلو المعاني، يوم شفت راسها انقطع قلبي لواني، والراس ينطق بالشهاده الله اكبر. الله اكبر. زينب تنادي وين ابويا وين عباس، زينب تنادي وين ابويا وين عباس، وشمر النعيل النقل بيده شايل الراس، يا حيف صدر حسين جو الخيل ينداس، والراس ينطق بالشهاده الله اكبر. الله اكبر. وشو اغبر هواها والسمك در، اظن حسين من فوق المهر خر، سالت المهر قلت له حسين وينه؟ يظل حسين بالعركه مقبر. ناداها يا زينب دلني الحصان، نحيل من العطش والجسم تلفان، يا ابو فاضل عليك القلب حزنان، بيوم انتم رحلتم يا قذنفر، تموج الخيل من يلحق عليها، يتوبني الهواشم حضر بيها، يا اخوي حسين الكل عليها، ترى قطعه ويميني يا قذنفر. يا والصاحب عليله وباقي الاطفال، تودعه ودمع العين دمسان، يا منه اللي يدار الضحل لو مال، بيوم انتم رحلتم يا قذنفر، يا نور العين شن قطعه بنينك، وبسيوف الهناد مقطعينك، الى العشرين ما وصل سنينك، يا حاتفنا عليك البينه لكشر. يصيح حسين يا اخويا يا عباس، يا اخويا انت الدرع والسيف في الطاس، وانت يا اخوي وانت التاج على الراس، يا وين تروح عني يا قذنفر. بعدين وخليت وياها قصيده وطنيه، لان حشد حوالي 3 شوادر وياهم، قلت لك من الضيوف اللي قاعدين مستشار وزير الداخليه. فقلت يا اخوي شد العزم انها بموطننا، يا اخوي شد العزم انها بموطننا، وصار الذبح على اسم من الشيعه والسنه، صار الذبح على اسم وما يلحق الدفان، المذبوح ابن الشعب والسكينه من ايران، المذبوح ابن الشعب والشعب ظل حيران، وظلينا ما بين ظلم واشنطن وطهران. وقلت ازعل يا جبل يا هور يا بردي، انتفض يا جبل يا هور يا بردي، وعلى باب الاردن العراقيه قامت تقدي، مو كاف انت زامط ايش عندك وعندي، وراس الما بيغير قصه ودوس عليه، راس الما بيغير قصه ودوس عليه. فقام شاعر من الوفد اللي جاي وياهم من جماعتنا الجنوب الفرات الاوسط من الجنوب، حصرا من مدينه الناصريه، لقى قصيده، ورا ما لقى القصيده قال شاعرنا ابن الرمادي. والمشكله انا قلت لهم ابن الرمادي واللي بيت المضياف اللي الشيخ اللي احنا قاعد لهم هذا شاعر من شعراء الانبار، فقال اريد تالف لنا بيت شعر هسه تخلي بيه اسمك ومحافظتك واهلك. قلت له بقلبي لو ماخذ امي اشرب لك، هسه ما تقول لي يا بنت الزدان واطلعها نوبات بيتي ضل 3 ايام، نوبات قصيده بساعه بدقيقتين نتيجه. قلت له ما عليش، قلت له امي رضعتني الكرم ويا الحليب الطيب، وابوي ذاك الشهم جديع ابن غضيب، وخالي مضرب مثل شلع سنون الذيب، وانا ابن الحبانيه ابن الفلوجه ابن الانبار، تشهد الي الخفج والفاء وارض الشيب، وبكيت ايران وامريكا. هذا ابن الفلوجه. نعم. هل المجد والرفعه سماهم، لان احنا لنا خصوصيه على كل العشائر، لان الله سبحانه وتعالى قال بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة، فإحنا الخليفة الله ذكرنا بالقرآن. هل المجد والرفعة سماهم، وكؤوس الموت حلقم للعادة سماهم، وببحور العلم تلقى سماهم، ومن رب العرش جبنا الهوية، عندنا هوية من رب الرحمن. وأمامي دوم على المفرق يهلون، مسج والهيل للقاصد يهيلون، المساحل من زمن حاتم لهم يهيلون، الكرم والطيب والنخوة عربية. نعم والنعم والله. وأمامي الكرم والطيب وكريم وخربيط، صحاح الكل للتايه وخربط، إلهي يرحب أبو متعب وكريم وخربيط، حب النبي والصحوة الأبية. وهل السيف والدلة علمهم، صحاح الكل للتايه علمهم، كانت
تريد ترشف من علمهم العراق الحر والنخوة عربية. اريد العراق حر. وابويا ادليك على ابويا. قال من ابوك؟ قلت له ابويا هالذبح لشمن ولا اخاف. ابويا زوبع والثلاث انعام من زوبع والثلاث انعام من شيخ ضاري. ابويا هالذبح لشمن ولا اخاف ودومه ثابت ببزنه ولا اخاف. اسالف واكتب شعر ولا اخاف وغرمن على خشوم اهل الطائفيه. الله. وامي يا فكره وسياسه وامي يا دوله ورئاسه. واللي يريد الجنه منكم خلي امه تدوس راسه. يعني سيدنا محمد قال الجنه تحت اقدام الامهات. فقام احد الشيوخ مال جماعتنا الجنوب اخواننا الجنوب قال بويا والله الكرم لكم بويا والقياده ما تلوق الا لكم. بويا والله كلنا بصيان اهل الرمادي ما تشوفوا بتون صاحبك من اللحم. بس بويا انت قلت خالي شلع سنون الذيب. بويا شلون خالك شلع سنون الذيب؟ نوب لصتها على روحي لو مخلي على قلت له مولانا انت مبتهر بسنون الذيب. قال اي بويا شلون خالك شلع سنون الذيب؟ قلت له خالي سوى شغله بالانبار لحد الان الانبار تسولف بيها. قلت له والفضل لله ومن بعد الله كرم سيدنا الحسين. قال بويا سوى خالك؟ قلت له خالي عنده تكيه واعلام وحراب ويضرب بالبرنو واذا توازى حط البرنو وبصورته ويطلع طلقه من الفرع. فضل الله ومن بعد الله سيدنا احمد الرفاعي ابن بنت رسول الله. قلت له فخالي جاي يكرب بذاك الصوب بالبهزيم. فظلمت الدنيا كلبوا بي البهزيم. قالوا له حجي ابقى. قال له حجي خلي التركتر. قال لا والله عبر والله بالطلاق لعبر الشط. قالوا له يا حجي ما يصير التركتر. قال والله بالطلاق لعبره. لو عبر التركتر لو شقق الاعلام من الجفوف واترب التكيه اتربها بالشمال. التركتر لازم يعبر الشط. قوه الله وكرم سيدنا الحسين. كانت تلج عليه 3 شوادر. قالوا حجي قدر يعبره. قلت لهم فضل الله ومن بعد الله سيدنا الحسين. مستشار وزير الداخليه قال اخي قدر يعبره. قلت له اي والله صاد قدر يعبره. قال شلون قدر يعبره؟ قلت له افترض حج جسر وكان يعبره. قال نريد النوبه اخرى. هذا خالك مش والله. قال نريد النوبه اخرى. دار الصياني قالوا باشر اريدك بوزاره الداخليه تقعد يمي. هذا الموبايل مالي والكرت مالي. قلت له يبيعوني بالاستعلامات لين الحلقه. قال سولف لنا اخرى. قلت هم صار مؤتمر يمكم بكربله فراح وفد من الانبار الكربله من عشائر الانبار راح وياهم محافظ الانبار استاذ مامون من ساسامون. فصارت القعده وين بملعب الشعب مال كربله ملعب الطوبه. فحشد من الناس ومن الاحبه ومن اهالي كربله. فاجى القارئ صاحبهم لان هم يمتثلون للقارئ اكثر من السياسي وغير السياسي. كان يقول للقارئ مالهم قال اتى عمر بن الخطاب الى نهر الفرات فهم بالعبور ولم يستطع وهم بالثانيه ولم يستطع وهم بالثالثه ولم يستطع وبعدها اتى علي. هو جاب طاري علي الامه كلها قامت تباشر وتصلي على الرسول. محافظ الانبار دخل شتفه قال ولا ابن القندره مريد نقضي على الطائفيه. انت ليش عقبت عمر وعبرت علي؟ فصاح الحمايه قال له خلي يعبر عمر ويا علي واذا عمر ما عبر ويا علي لو من الوالدين. يقول وبعد ان عبر علي اتى عمر بن الخطاب الى نهر الفرات فعبر نهر الفرات بامر من محافظ الانبار. طبعا حبس لا بيها ما بيها. لا خذ راتب. طيب الطيغه. اصلي عنا بالمختار يوميه واخيكم توازه يريد رقيه. اي والله موجودات. سوا لا هاي عمر بس خليه ما ياخذها. تحكي مالك. خليه يمك خليه ياخذها هناك ويا جماعه. طيناها الحبايب. عم البارح الشيخ انطاني 7 ورقات انتم انطينا رقيه. قلت كيف رقيه؟ اقول له بس عندنا عامر يخوف. جبت هذه